هو النظام الجديد بتاع الثانوية العامة ده في صالح ولادنا ولا احنا بنجرب فيهم؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة انا مش جاي اهاجم حد ومش جاي اطبل لحد، انا جاي اتكلم بالعقل والضمير، لان اللي بيتكلموا عن التطوير من فوق مش هما اللي بيشوفوا دموع الامهات تحت. زمان كانوا ابهاتنا بيسهروا الليل على لمبة جاز او على كشاف صغير، اللي كان بيذاكر بضمير كان بيلاقي فرصته. كان ممكن الطالب الغلبان ابن العامل او ابن الفلاح يشق طريقه ويدخل كلية ويبقى راجل محترم في المجتمع. لكن دلوقتي الدنيا اختلفت تماما. اللي بيحصل النهاردة اسمه نظام جديد، بس الحقيقة هو ضغط جديد، امتحانات اونلاين، تصحيح اللي نموذج مجهول، دروس غالية. يعني بدل ما الطالب يفكر في العلم بقى بيفكر في السيستم، هيهنج ولا لأ، اللابتوب هيشتغل ولا لأ، الشبكة هتقطع ولا لأ. يا سادة، التطوير الحقيقي مش انك تغير شكل الامتحانات، التطوير الحقيقي انك تغير طريقة التفكير، انك تربي جيل يعرف يفهم مش يحفظ، جيل يخطط لمستقبله مش يخاف منه. انا شفت طلاب كتير تعبوا نفسهم من النظام الجديد، وفي امهات بيقولوا ابني كان من الاوائل ودلوقتي بقى بيكره الدراسة. ليه؟ علشان محدش فاهم الدنيا رايحة على فين. لا الطالب فاهم المطلوب منه، ولا المدرس مرتاح، ولا ولي الامر مطمن على مستقبل اولاده. يعني احنا كلنا في دايرة قلق. لكن لو النظام ده معمول فعلا علشان يخلينا نتعلم صح، يبقى لازم الدولة تجهز له البنية التحتية الصحيحة. يعني مدرسة مجهزة، انترنت قوي، تدريب حقيقي للمدرسين، ومنهج متطور. مش نرمي الطالب في البحر ونقول له اثبت انك بتعرف تعوم. وفي نفس الوقت لازم احنا كأهالي نفهم ان الحفظ مش علم. النهاردة الدنيا اتغيرت. الذكاء مش انك تحفظ الكتب، الذكاء انك تعرف تطلع منها فكر جديد. بس برضو ما ينفعش اقول لابني اتعلم بفهم وانا مش مدي له ادوات الفهم. يا سادة، احنا بلد عندها عقول عظيمة، بس محتاجة امل وعدل، مش محتاجة خوف ولا عشوائية. احنا مش ضد التطوير، بالعكس احنا بنحلم بيه، بس التطوير اللي بيخدم الناس بجد، مش اللي يربكهم ويخلوهم هم مش عارفين بيعلموا ولا ما بيعلموش ولا هم ماشيين ازاي. انا بتكلم النهاردة بلسان اب بسيط وام بتدعي لولادها كل يوم، وبلسان شاب تعبان واتغرب واشتغل علشان يقدر يكمل تعليمه. التعليم يا سادة مش رفاهية، التعليم هو اللي بيبني الأوطان.
ولو التعليم وقع البلد كلها بتقع وبتنهار. فكروا معايا، هل ابن العامل والفلاح لسه ليه فرصة حقيقية في البلد دي، ولا المستقبل بقى محجوز بس للي معاه فلوس وشبكة قوية؟ لو كده يبقى احنا بنرجع لورا مش بنتقدم، واحنا نتمنى نكون مخطئين ونكون احنا بنتقدم مش بنرجع لورا، لكن لسه في امل. ايوه والله في امل، ولو كل واحد فينا اتكلم بصدق ورفض الغلط، لو المدرس اشتغل باخلاص والطالب تعب فعلا، لو الحكومة سمعت الناس بجد، ساعتها بس هنشوف تعليم يرفع البلد دي مش يوجعها. في الاخر انا مش ضد النظام، انا ضد الظلم، مش ضد التطوير، انا ضد التسرع، مش ضد الحكومة، انا مع الحق. ولما نتكلم بصوت واحد اكيد هنصلح اللي اتكسر. خلي بالك، التعليم مش امتحانات، التعليم هو مستقبل وطن كامل، ولسه جسر الامل مفتوح لكل مؤمن ان بكرة احسن، وان شاء الله بكرة هيكون احسن. لو كلامي وصل لقلبك شارك الفيديو وسيب رأيك في التعليقات. انا احمد العشري، وده كان صوتي من جسر الامل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.